الأخلاقية في والقانونية. تعليق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم. أيوة. هذا أكثر تعليق نشوفه تحت البوست. في عندك محامي؟ اليوم احنا نفتقر إلى الردع الذاتي، الردع الأخلاقي، الردع اللي لا يقيم بالقوانين، يقيم بالتربية الذاتية، الضمير. اليوم احنا نرى على سبيل المثال في السوشيال ميديا تعليقات كثيرة وعديدة مسيئة. صح. أنا أستوقف حقيقة، يعني ما الذي يجبر الشخص في أنه يتجرأ يدفع إلى إنه الإساءة؟ يكتب بالرغم من التوعية، وجود قوانين ووجود روادع، وهو يعلم تحديدا. لكن الفكرة في أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أعطى من يملك النزعة الإجرامية ومن يملك قلة الشخصية في الواقع، الاصطدام المباشر في الواقع، بالجرأة خلف الشاشات. صح. فهذا اليوم اللي احنا يعني لما نشوف كمية التعليقات المسيئة أو الحوارات المسيئة أو المواضيع المسيئة في السوشيال ميديا، هذا يدل على أن الجرأة التي أعطاها التحول الرقمي لضعاف النفوس في هذه أو الشخصية في هذا الموضوع.